الاكل المتعه الحلال. اي حد بيتمتع بالاكل ايا كان ذوقه. مفيش اجمل من انك تكون مروح من الشغل وتخش البيت تلاقي امك بتقول لك اكلك في الفرن، وتفتح الفرن تلاقي صينيه مكرونه بشاميل. ويا سلام بقى لو كان اللي عاملها لك محمد حازم ويوم الخميس كمان. هتقول لي طب وايه اللي جاب محمد حازم عند ام البيت؟ اقول لك يا عم عيش معاه الخيال وتلاقي الاكل مش بشاميل الخميس عادي، ده باكتر حاجه انت بتحبها. وبعد كل ده تتفاجئ ان المنبه بيرن وانك كنت بتحلم عشان شفت فيديو لمحمد حازم في بشاميل الخميس قبل ما تنام. انا اسف ان سحبت منك الحلم ده. متي انا اسف. وطبعا بعد ما انت قمت لقيت نفسك جعان والساعه دلوقتي 3 الفجر، ولو فكرت تصحى امك عشان تعمل لك اكل في الميعاد ده هتبقى انت عباره عن وجبه الغداء بتاعت تاني يوم. فبتفتح اليوتيوب تشوف ريفيوز عن مطاعم الاكل اللي جنبك عشان تطلب، وساعتها يجي في بالك سؤال مهم: هل دول بتوع اعلانات ولا بيقولوا رايهم بجد؟ فتلاقي فيديو عن يوتيوبرز اسطوري اسمه ابسينيو بيجاوبك على الافكار دي كلها. خدت الهوك؟ تعالى بقى.